صبحي إمام وخطيب بالجمعية الشرعية. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. اهلا بحضرتك. بداية أنا يمكن هبدأ برأي الدين لو تسمح لي يا أستاذ إيهاب، اتفضل. والحتة اللي بعض الشباب دايما بيعتقدوا إن أنا طالما مش يعني على علم بالدين يبقى لا أصلح أن أكون داعية. الكلام ده مظبوط فضيلة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بداية احنا عايزين نتكلم عن مكانة الدعوة. مكانة الدعوة عند كل الناس، كل إنسان ملزم. هل واجب على الإنسان أن يدعو إلى الله ولا مش واجب؟ أمر ده ممكن يقوم به المشايخ والعلماء فقط. ده اللي احنا عايزين نعرفه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم آية جميلة قوي. لو نسمع الآية دي ونشوف مدى يعني كلامنا لما نتكلم بالدعوة، نشوف الكلام بتاعنا هيكون عامل ازاي. يقول يا ربنا في القرآن، اسمع مين الآية دي حضرتك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. تخيل، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وربنا يقول برضو في سورة تانية، أنا بقول بس بعض النصوص الأول. يقول في سورة تانية ونشوف يعني سيدنا عمر بن الخطاب يقول إيه في النص ده. لما يسمع النص ده يقول لي ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة. يجي سيدنا عمر لما يتكلم في النقطة دي عن الخيرية تحديدا، عن الخيرية قال: من سره أن يكون من هذه الأمة، اللي عايز يكون من الأمة دي فليحقق شرط الله فيها. يا متخيل شرط الله خيرية الأمة وأن تكون من الأمة أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. طب هنا العملية كده لو اقتصرت عن المشايخ يبقى أمة محمد مشايخ وعلماء بس؟ مش ممكن. ده كلنا كده من أمة محمد. وهو ده المفهوم عند لدى كثير من الشباب، عشان نكون واقعيين فضيلة الشيخ. يعني كثير من الشباب فعلا أستاذ إيهاب هو بيقول أنا لا، يعني احتراما، يعني هو بيعتقدها، يعني يعتقد إنه شيء من الاحترام، يعني نعم. إن لكل له خصوصيته، فما ينفعش اتدخل في عمل الآخرين. بالظبط كده. لكن لو أنا عايز أقول حاجة، أنا معلش عايز أقول حاجة، أنا عايز أقول إن أنت كمن أمة محمد، كمثلا شاب أو راجل كبير أو سيدة أو شابة أو صبي صغير من أمة محمد، ربنا قال: كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف صحيح. وتنهون. إذن عليك دور للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما دمت من أمة محمد. جميل. سيدنا جرير بيقول إيه بقى في حديث: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على 3 أمور. إيه هم ال3 دول؟ إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم. ربنا يقول برضو في القرآن: ادعوا. هنا ادعوا فعل أمر، وأي أمر أو تكليف للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا الأمة من بعده: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن هذا الأمر فضيلة الشيخ أمر ليس فقط لرسوله صلى الله عليه وسلم وللأمة جميعا. صحيح صحيح.